نيجي بقى للمادة التانية من القانون واللي بتتكلم عن إمتى هتنتهي عقود الإيجار القديم. وزي ما هو واضح إن عقود الإيجار السكنية يعني للشقق السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، والقانون تم تطبيقه رسميا في 5/8 لسنة 2025. ده معناه إن لو حضرتك مأجر شقة بنظام الإيجار القديم فأنت مطالب بتسليمها للمالك يوم 5/8 سنة 2032، تعد 7 سنين من وقت تطبيق هذا القانون. طيب بالنسبة للشقق الغير سكنية اللي احنا عرفناها زي العيادات أو المكاتب المحاماة بنظام الإيجار القديم والمحلات التجارية، هتنتهي العقود إمتى؟ هتنتهي العقود بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون، يعني يوم 5/8 سنة 2030 تسلم المحل اللي معاك أو تسلم الشقة اللي معاك للمالك. بعد مرور 7 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم في 2025، هل يحق للمالك إنه يجي يطلع المستأجر من الشقة؟ لأ، القانون مديله الحق فعلا، ولكن لو المستأجر ما سلمش الشقة أو ما سلمش المحل للمالك بعد مرور الفترة اللي القانون حددها، المالك يقدر يروح للمحكمة ويرفع دعوى إخلاء على المستأجر وهيكسبها بقوة القانون، وساعتها يقدر ينفذ الحكم اللي معاه. ولكن خليني أقولها لكم كده بمنتهى البساطة، مفيش حد هينفذ القانون بإيده، القانون بيتنفذ عن طريق المحكمة. فنأكد تاني على المعلومة، بعد مرور 7 سنوات من دلوقتي حضرتك هتسلم الشقة اللي معاك للمالك، ولو معاك محل بنظام الإيجار القديم فبعد مرور 5 سنوات هتسلم المحل للمالك. بالنسبة للجملة اللي بتقول إلا إذا اتفق الطرفان على مدة مختلفة، ده معناه إن بعد مرور الفترة الزمنية اللي القانون حددها 7 سنوات للشقق السكنية و5 سنوات للشقق الغير سكنية أو للمحلات التجارية، دلوقتي المالك مستني إن شقته ترجع له تاني أو المحل يرجع له تاني. حضرتك كمستأجر عرضت عليه إن احنا نعمل عقد جديد وفقا لقانون الإيجار الجديد، والله المالك وافق مفيش أي مشكلة، القانون ما عندوش أي مشكلة، يقولك أعمل عقد جديد معاه ببنود جديدة بإيجار جديد بأجرة جديدة متفق عليها منكم انتوا الاتنين، لو تمام مفيش أي مشكلة والقانون مش هيعارض. طيب لو ما حصلش اتفاق، ساعتها المالك يحق ليه إنه يستلم الشقة بتاعته أو المحل بتاعه.